الدايت ملوش علاقه بالاراده، الدايت ليه علاقه بالقرار والاولويات. يعني لو انا شخص من اولوياتي ان انا احافظ على صحتي، من اولوياتي ان انا وزني مثلا يكون كذا، انا شفت ناس 55 كيلو مقتنعه انها وزنها زايد، من اولوياتها انها تبقى 50 كيلو، بتبقى 50 كيلو. يبقى لو انا عمري في حياتي ما عملت دايت، ده معناه ان انا مش حاطط صحتي ووزن اللي انا بحلم بيه اولويه. انا حاطط اولويه ان انا انبسط، اكل دونتس واكل شيبسي واكل كده. انا حاطط اولويه ان انا ابقى مقبول اجتماعيا، لان انا لما هعمل دايت مش هقعد مع اصحابي. في مواقف معينه ممكن ما اعرفش اعملها، مش هسهر معاهم وهم بياكلوا، او حتى هسهر ومش هاكل معاهم. فاولوياتي بتتحدد بالاكشنز بتاعتي. فالفرق بين اللي بيعمل دايت واللي بيعمل نظام صحي واللي ما بيعملش اي حاجه، ان ده عنده اولوياته صحته وده اولوياته الانبساط. لو انا بقى رحت مغير اولوياتي، لو قلت انا قررت ان انا هبتدي اخد بالي من صحتي، بالمناسبه هي دي فعلا المرحله اللي بتحصل لنا كلنا، اللي بتخلي حد ممكن قبل كده مثلا يقول ده تعقيد وده كلام صعب، وبعد كده فجاه يبقى هو نفسه بيعمله. انا طول الوقت في ناس بتقول لي ان عمري في حياتي ما كنت اتخيل اني هقطع سكر، انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل اني هعمل صيام. ليه؟ عشان غيرت اولوياتي، ما بقتش بس عايز الحاجه اللي دلوقتي، بقيت عايز ابقى صحتي كويسه على اللونج ران.